انت ازاي تديني الدرجة دي في الامتحان؟ والدتي عندها القلب، ولو عرفت ان انا نقصت في الدرجات ممكن تموت بالسكتة القلبية. ازاي الله ممكن يودي جدتي المسكينة دي جهنم؟ انت ازاي ما تحسبش الجون ده؟ انت شايف ان احنا 4-0 احنا مغلوبين. ازاي القاضي يحكم على الراجل ده بالمؤبد؟ ازاي اولاده هيعيشوا؟ حاجة بيسموها الاحتكام للمشاعر، اني مش بناقش القضية نفسها لكن بدخل نوع من مشاعر الاستعطاف عشان احقق الاقناع اللي انا عايزه. انا مش بقنع الشخص، بنستخدم الصيغة للمغالطة دي، نقول 2+2=5 والا هنتحر. فيعني انا حياتي في ايدك. الصيغه دي بتخلينا ناخد قرارات غلط. يعني مين قال اني لو اديتك لازم ادي لك الدرجه النهائيه عشان والدتك ما يحصلهاش حاجه؟ ايه علاقه ده بده؟ الموضوع ليه علاقه بيك انت شخصيا، ما يخصنيش. انا المفروض احكم على الامر بصوره سليمه. الجون يتحسب تسلل اذا كان تسلل، اذا كان جون حقيقي يتحسب جون حقيقي. الحق حق بغض النظر عن مشاعرك ناحيته. مرات بيحصل في الامتحانات يقول لك لازم الامتحانات تيجي سهله، ولو جه امتحان صعب الناس بتعمل قلق في البلد كلها، والامتحان الفيزياء جه صعب السنه دي. طب ايه المشكله؟ لو الامتحانات سهله عشان الناس تحل، عشان احنا نراعي نفسيات الاولياء الامور والشباب، ده النتيجه بتاعته في النهايه هتبقى سلبيه، لان الناس مش هتجيد الحاجه اللي هم بيعملوها، وبالتالي هيبقى في اضرار. عشان كده الاحتكام للمشاعر مش صحيح. مرات وانا بقدم حجه، الحجه نفسها فيها مشاعر، تمام، لكن لو المشاعر دي ملهاش علاقه بالحجه يبقى خلاص مش همشي وراها، انا مش هسمع ليها. في امور كتيره قوي بتخلينا نفهم حاجات غلط في الكتاب المقدس بسبب مشاعرنا. هل الله ديان؟ الله ديان وديان عادل. مشاعرنا ناحيه الناس ما تلغيش فكرة انه عادل، لان عدل الله ضد ناس هو لصالح ناس تانية، فلازم الحق يكون بياخد مجراه. عشان كده مش لازم نحتكم على المشاعر. الله مش بيحتكم للمشاعر، الحجة تبقى مقنعة في ذاتها، مش مقنعة عشان في مشاعر وراها. في قصة جميلة في الكتاب المقدس بتحكي عن واحد من القضاة العظام اسمه شمشون، وفي الفرح كانوا بيقعدوا الوقت طويل، فكان قاعد مع 30 شاب وقال لهم على فزورة أو حجية، وقال لهم كده: لو انتوا جاوبتوا الفزورة أنا هجيب لكم انتوا ال30 كل واحد قميص وحلة ثياب، ولو ما عرفتوش تجاوبوا كل واحد منكم هيجيب لي قميص وحلة ثياب، فأنا هاخد 30 قميص وحلة ثياب. الشباب دول اللي هو من البلد دي اللي اسمها تمنة راحوا لزوجة شمشون وضغطوا عليها وعلى أهلها وهددوهم، ولهم لازم تعرفوا الحجية دي. فضلت مرات شمشون تستعطف شمشون، تقول له: مش أنا زوجتك؟ مش أنت بتحبني؟ لو تحبني تقول لي على السر. مفيش حد بيحب حد يخبي عنه حاجة. فشمشون للأسف رضخ للاحتكام للمشاعر وقال لمراته، ومراته قالت للناس، وخسر الرهان، وحصلت مشكلة كبيرة بعد كده. الجوازة دي خلصت بحريقة، فبغض النظر قروها في سفر القضاء. مرة جم يستعطفوا السيد المسيح، قالوا له: ايه رأيك في الناس اللي سقط عليهم 18 واحد سقط عليهم برج سلوام؟ وقالوا له كمان: ايه رأيك في الناس اللي بيلاطس خلط دمهم بذبايحهم؟ قال لهم: على فكرة اوعوا تفتكروا ان هم اوحش منكم. فقال لهم: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الحق حق بغض النظر عن المشاعر.